باختصار ودعت حياتي القديمة وقررت انتقل على الامارات، واول كم يوم فيك تقول انه ما ضيعت وقت. من السوق المستعمل اخذت لي كم غرض، تخت كرسي وطاولة للمكتب، وبعدها بلش الجد يا معلم. نظفت لك الواجهة، عدلت وركبت التخت وتعلقوا البرادي، وكمان لزقت الدرج بعد ما كنت حروح فيها بزحطة مرتبة، وبطريقي غيرت حنفية. كل هاد بكم يوم بس، حتى انا مو مصدق حالي بصراحة. وبنفس اليوم المسويات قلت لحالي روح ساوي لي زيارة على محلات المفروشات لاشوف اذا في شيء مناسب بدون ما اضطر بيع كليتي. فتحت لك الموبايل وفتت على شات جي بي تي وقلت له يا اخي من الاخر لازمني مفروشات للبيت رخيصة، والله يرضى عليه عطاني عدة محلات قريبة مني. فحملت حالي وتوكلت على الله، رحت على اول محل، ومن الواجهة بس باين انه الشات جي بي تي خورفني، شكله ما عرف يقدر قديش الوضع متأزم. ومع هيك دخلت بس ما طولت، الاسعار بدها كليتين وشحمة اذن فوقها. فبيوشي على المحل الثاني، كان اكبر بكتير وعنده تشكيلة بدك يوم كامل لتشوفها. وبلشت افتلك بهالمحل، وانا نوعي من اللي بيحب يجرب كل شيء بيشوفه قدامه. فتخيل لحالك قديش طولت، كل قطعة اشوفها كان لازم اني اعفلق فيها، ان كان كرسي او ما بعرف شو هالشغلة اللي بتفتل. المحل مزبط مثل غرف مفتوحة على بعض، وبيعرض لك الاغراض اللي للبيع، ان كانت خوت خزن وديكورات مشكلة على كيفك. انا جيتي لهون على اساس دور على كنب ومفروشات، الاساسيات يعني لما ضل ملحوش بالارض. بس بتعرفوا كيف في شغلات لازم تتجرب ايه او ايه، مثل هالكنبة المجوزة يا اخي، هدول عشقي انا، مثل المارشميلو لما تقعد عليهم. لك والاحلى من هيك انه بتفتح على الاخير، وهالوضعية خدها مني بتنسيك كل همومك. بعدها تذكرت انه لازم شوف طاولة صفرة كمان، لقيت وحدة خشب كتير حلوة وتقيلة، بس المشكلة انه فوق الميزانية اللي حاطة ببالي. بيني وبينكم كل شي شفته كان فوق الميزانية، فدمعت عيني وودعتها. وانا عم كمل الفتلة بهالمحل لفت نظري شغلة، لك مو هي نفس اللي اشتريتها من السوق المستعمل من كم يوم؟ قربت لشوف سعرها وانصدمت بصراحة، لك فوقها بلاستيك خفيف، مو انه شي تقيل تقول واو سعرها فيها. فابتسمت وحمدت ربي اني اخذت تبعي ب10 درهم. اليوم ما توفقت بشي، بس اخذت فكرة عن الاسعار للمرة الجاية. ومن رجعتي وانا نازل جيب اكلات انتبهت حالي بالمراية وانصدمت انه كيف الناس متحملة منظري هيك. قلت خلص بكفي بقى بهدلة، ورحت على اقرب حلاق وقلت له انقذني على السريع، والله لحقني وزبط الوضع على الاخير. رجعت على البيت كأني انولدت من جديد. اليوم فوضوي بس حلو، والجاي لسه احلى بكتير. فساوي فولو وخليك معي.